يا ميرو بقى، انا بقالي يومين عماله اصالح فيك وانت مش عايزه تصالحيني. مش هصالحك. انت ناسيه انت عملتي ايه ولا ايه؟ يعني انت تروحي تقعدي جنب كنزي وتسيبيني انا لوحدي كده؟ خلاص يا ستي صاحبيها، كبري دماغك مني. بس انا فهمتك اللي انا ما كنتش اقصد ولا واخده بالي، ووعدتك ان انا مش هعمل كده تاني، وانا بحبك. وانا مش مسامحاكي بجد يا ميرو، انت مصالحتك صعبه قوي وقلبك مش ابيض، ما عندكيش تسامح ابدا. انا مش زيك كده خالص. عموما براحتك، انا عملت اللي عليا معاكي. خلاص يا ميرو، هجيب لك علبه الوان غيرها. وانت اصلا مديت ايدك عليها ليه؟ ايه ده؟ صوتهم عالي كده ليه؟ يا ترى في ايه؟ يا ميرو، يا احمد. شفتي يا ماما؟ احمد اخد علبه الواني من ورايا وبوظها لي. يرضيكي يعني كده الكلام ده؟ ما هو طلع هجيب لك علبه الوان من مصروفي، برضه مش عايزه تسامحني. وانت اصلا تاخد علبه الواني ليه من ورايا؟ انا عمري ما هسامحك. يو براحتك بقى، كل ما اكلمك تقولي لي عمري ما هسامحك. انت حرة، انا كده كده يعني هجيب لك علبة الوان تانية غيرها. ايوه طبعا انا حرة، ولو سمحت ما تكلمنيش تاني. بس يا ولاد، انتوا هتتخانقوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ في ايه يا ميرو؟ ما قالك هيجيب لك علبة الوان تانية واعتذر لك وبيحاول يراضيكي، مالك في ايه؟ يراضيني بعد ايه؟ بعد ما عمل الحاجة اللي بتضايقني؟ هو اكيد يعني يا ميرو مش قاصد يضايقك. هو غلطان انه خد علبة الالوان من وراكي وما استأذنكيش، بس اكيد ما كانش قاصد يضايقك. ايوه، ما هو طلع انا غلطان، بس ما كنتش اقصد اضايقها. كمان يا ماما انا باجي اصالحها ما بترضاش. خلاص يا احمد، مادام انت حسيت بغلطك يا حبيبي خلاص مفيش مشكلة، ومادام فكرت تصلح غلطك وتجيب علبة الوان من مصروفك تمام. انت بس ايه، هاتها بسرعة عشان تعوض اختك عن علبة الالوان بتاعتها. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبي، روح انت شوف وراك ايه، وانت يا ميرو تعالي جنبي هنا عشان عايزة اتكلم معاكي. نعم يا ماما. مالك يا ميرو حبيبتي؟ شايفاكي كده مش متسامحة كده مع اخوكي، ليه بقيتي كده؟ هو ايه يا ماما؟ هو كل ما حد يشوفني يقول لي كده؟ ليه يا حبيبتي؟ مين قالك كده؟ صاحبتي رقية لسه قايله لي كده النهارده. صوري يا ماما، راحت قعدت جنب كنزي وسابتني انا لوحدي في الديسك، وقال ايه انا ما كنتش اقصد. بقالها يومين عماله تصالحني وانا برضو مش راضي. طب يا ميرو، مادام قالت لك ما كنتش اقصد، ما ممكن فعلا ما تكونش تقصد. ليه انت قررتي ان هي قاصده تضايقك؟ هل هي متعوده تعمل كده على طول او بتكرر الحاجه اللي بتزعلك؟ الصراحه يا ماما هي مش بتكرر الحاجه اللي بتزعلني، بس انا مش بعرف اسامح بسهوله. ودي مشكله يا ميرو لازم تتخلصي منها. احنا ديننا دين التسامح يا بنتي. يعني ايه يا ماما دين التسامح؟ يعني يا حبيبتي صاحبتك ولا اخوكي ولا اي حد من اللي حواليكي يحاول يعتذر لك، يبقى لازم تحترمي اعتذاره وتسامحيه، مش تكبري الموضوع وتسيئي الظن وتقولي قاصد يضايقني. لا يا حبيبتي، لازم تكوني متسامحة. الحياة مش مستاهلة ان انتي تشيلي من ده وتشيلي من ده، لا. الكلام ده لو هي قصدة تضايقك يبقى تبعدي عنها، لو بتكرر الحاجة اللي بتزعلك يبقى خلاص. لكن مادام هي ما بتكررش الحاجة وقالت لك ان هي غلطانة، يبقى تحترمي ان هي قالت لك كده، وخصوصا ان هي قالت لك ان هي ما تقصدش. علمي قلبك التسامح يا ميرو عشان تعيشي مبسوطة في حياتك. طب انا دلوقتي اعمل ايه يا ماما؟ اول حاجة تخشي طيبي بخاطر اخوكي اللي حاول يعتذر لك وانتي حركتيه، وطبعا بكرة طيبي بخاطر صاحبتك وتفهميها ان انتي خلاص مش زعلانة منها. وخليكي متسامحة يا ميرو. الانسان اللي مش متسامح ده ما بيبقاش له صحاب، لان الناس بتنفر منه، وبعد كده بتقلب معاه المرض نفسي، لانه بيحس ان كل الناس بتتآمر ضده وبتتفق عليه. والحياة مش مستاهلة حبيبتي،
لازم نحسن الظن ببعض اكتر من كده. ماشي يا ماما، حاضر.